هو البرلمان والحكومة أقروا مشروع القانون الإيجار القديم، وفاضل تصديق الرئيس عليه أو إمضاء الرئيس عليه. هو يعني بنسبة 80% هيطلع الرئيس موافق عليه أو هيتوافق عليه. هي في ناس مظلومة من قانون الإيجار القديم، طبعا في ناس مظلومة من قانون الإيجار القديم. لكن هي القصة مش في الناس اللي هي الملاك، هم ما لهمش حق، يعني ما لهمش ذنب وما لهمش في الموضوع أساسا. قصه في الحكومه اللي بتقول احنا هندي للمستاجر شقه او مفيش حد هيترمى في الشارع وكل واحد هياخد شقه. الكلام ده ما افتكرش ان هو هيحصل. الكلام ده كله في الاخر هيرسى على مفيش، لسبب بسيط، ان بعد 7 سنين لا الحكومه هتبقى موجوده ولا البرلمان هيبقى موجود. فاللي جاي بقى يشيل الليله. الملك ملوش علاقه بالقصه، لكن الحكومه وعدت المستاجرين ان هم ما يطلعوا من شققهم هتوفر لهم بديل او هتديهم بديل. الكلام ده ما افتكرش انه هيبقى موجود. فال7 سنين دول لما يخلصوا لا الحكومه هتبقى موجوده ولا البرلمان، واللي جاي بعديهم يبقى يقابل ويشيل بقى، هم مالهمش علاقه. يتوب علينا ربنا.